السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم 10 حقائق عن كريستيانو رونالدو. 10. طرد من المدرسة حين كان عمره 14 عاما. يعتبر رونالدو من أنجح لاعبي كرة القدم في وقتنا الحالي، لكن القصة تختلف عند الحديث عن طفولته، فقد طرد من مدرسته حين كان في 14 من العمر، وذلك لأنه رمى مدرسه بكرسي لأنه قلل من احترامه، ويقال إنه سخر من لهجته. بعد تركه الدراسة حثته والدته على أن يصب كل اهتمامه على كرة القدم، ويا لها من نصيحة موفقة. 9. خضع لعملية جراحية في القلب في صغره. كان رونالدو يعاني من سرعة خفقان القلب حين كان صغيرا، وهي حالة كان يمكن أن تحرمه من ممارسة كرة القدم، لذا خضع لعملية جراحية لعلاجها وهو في 15. تم علاجه خلال ساعات، وعاد لمواصلة التدرب بعدها بأيام. 8. تمارينه الغير اعتيادية. في فترة المراهقة كان رونالدو يضع أثقالا على إحدى قدميه أثناء حصص التدريب، لاعتقاده بأن ذلك سيحسن من أدائه والسرعة حين يلعب بدونها، ويبدو أنه كان محقا. 7. كاد يوقع مع ليفربول. كان ليفربول على وشك توقيع عقد مع رونالدو قبل أن يختاره أليكس فيرغسون للعب في مانشستر يونايتد، حيث إن جيرار هولي مساعد المدير الفني في ليفربول اكتشف رونالدو من خلال مشاركته في دورتين للشباب تحت سن 21 عاما، لكن الصفقة لم تتم لرفض ليفربول رفع سقف الأجر المخصص. 6. لعب ضد مانشستر يونايتد قبل الانضمام إليه. شارك رونالدو في مباراة ودية استعدادا لبداية الموسم ضد مانشستر يونايتد عام 2003 حين كان يلعب في سبورتنج لشبونة، وكان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما. كان أداؤه ممتازا، حيث إنه تسبب بمشاكل لدفاع يونايتد، وسجل في تلك المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح سبورتنج لشبونة. بعد المباراة ذهب جون أوشي وغاري نيفل وروي كين إلى المدرب السير أليكس فيرغسون، وطلبوا منه التوقيع مع رونالدو لما رأوه من مهاراته، وما كان عليهم أن يقلقوا من رأي فيرغسون، إذ إنه كان ينوي التوقيع معه قبل أن يقترح عليه ذلك. وخلال أسبوع بات رونالدو يلعب في يونايتد. 5. رفض اللعب بالقميص رقم 7. في بداية انضمامه إلى يونايتد لم يشأ رونالدو اللعب بالقميص رقم 7، لأنه كان قلقا من العبء الكبير الذي يفرضه ذلك الرقم الذي حمله عمالقة النادي مثل جورج بيسيت وإيريك كانتونا وديفيد بيكام، وفضل اختيار الرقم 28 بدلا عنه. لكن فيرغسون أصر على أن يحمل رونالدو الرقم 7، لأنه كان يدرك جيدا أن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي عليه نظرا للإرث المرتبط به. حين انتقل إلى ريال مدريد ارتدى القميص رقم 9 خلال الموسم الأول قبل أن يرث الرقم 7 من راؤول بعد رحيله عن النادي. في المرتبة الرابعة لديه متجر أزياء يحمل لقبه. يعرف عن رونالدو اهتمامه بالأزياء، وقد افتتح مع شقيقته عام 2006 متجرا للأزياء باسم CR7 في جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأسه، ومن ثم افتتح فرعا آخر في لشبونة عام 2008. تتضمن تشكيلة البضائع المميزة التي يقدمها المتجر بناطيل جينز بجيوب جلدية، وأحزمة مرصعة بالألماس، وأحذية مزينة بإبزيم مسجلة للعلامة التجارية ببراءة اختراع. 3. ليس لديه وشوم. بالنظر إلى سجل النجم البرتغالي الحافل بالإنجازات، قد يظن البعض أنه سيحتفل بنجاحاته بوشوم على جسده كغيره من اللاعبين من أمثال ديفيد بيكام، لكن رونالدو حريص على دعم النشاطات الإنسانية والمنظمات الصحية، وذلك يتضمن التبرع بالدم، وفي بعض الدول تحد الوشوم من إمكانية تبرع أحدهم بالدم، لذا فضل رونالدو اجتنابها. عام 2005 انضم رونالدو لفريق برنامج الفيفا لتوعية الأطفال صحيا. 2. فائز بلا منازع. أطلقت الفيفا جائزة بوسكاش للمرة الأولى عام 2009، وهي تحمل اسم اللاعب المجري الأسطوري فيرينك بوسكاش تكريما له. تمنح الجائزة سنويا لصاحب أفضل هدف، وقد فاز رونالدو بكل الجوائز التي يطمح لها أي لاعب تقريبا، فكان من الطبيعي أن يفوز بهذه الجائزة أيضا، فاستحقها في عامها الأول عن هدفه في شباك بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009. أولا، قائد مئوي.
لعب رونالدو مباراته المئة كقائد لمنتخب بلاده ضد منتخب إيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم عام 2014. كان عمره حين حقق هذا الإنجاز 27 عاما و8 أشهر و11 يوما، ليكون ثالث أصغر لاعب أوروبي يحقق ذلك بعد الألماني لوكاس بودولسكي والإستوني كريستيان فيكماي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إلى متابعي قناة هل تعلم، السلام عليكم. أحمل لكم اليوم نبأ سارا، فمن الآن وصاعدا سنتوقف عن إعادة رفع المقاطع التي سبق نشرها في القناة السابقة، وسنقدم لكم فقط كل ما هو جديد وحصري من المقاطع الجديدة والمفيدة المنتقاة بعناية والمتميزة بمحتواها وتقديمها عبر هذه القناة، قناة اكتشف. وللراغبين في مشاهدة الحلقات السابقة التي لم ننشرها بعد في هذه القناة فيمكنهم مشاهدتها على القناة الاحتياطية على الرابط المكتوب في الوصف أسفل هذا الفيديو. أما هذه القناة فسنعرض فيها فقط المقاطع الحديثة التي تنشر لأول مرة على قناتكم قناة هل تعلم. نتمنى أن تقضوا برفقتنا أوقاتا ممتعة ومفيدة، ونعدكم أن نبذل كل جهدنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد من الحقائق والمعلومات من مختلف المجالات والاهتمامات. دمتم بود ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.